السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعوني مع أميمة لايف ستايل بفيديو جديد. اليوم الفيديو منتقص سكتشات يلي بنزلكن إياها بأول فقرة. مين منكم شاف الفيديو يلي نزلته قبل هاد، وقت اللي قلت لكم انه شوفوا شو زاد من المية بس ليرة ونص من بين الاغراض كنت شارية بقت هالبقلة. اول مرة بشوف هيك نضارة وهيك بقلة ريانة. ما توقعت انه اتركها لتاني يوم ولاقي وراقها لسه عم تكبر وعم ترتفع لفوق، لدرجة وقت اللي قطعت الجذور لو في عندي قصيص كبير بحطهم في التراب، صدقوني ليرجعوا ينبتوا من أول وجديد. وبعد مناورات وحوارات طويلة مع نفسي الأمارة بالكسل لحتى قمت حضرت سلطة البقلة وكمان فاصولية بزيت. ما بخفيكن صار لي تقريبا 20 يوم وأنا طاقتي تحت الصفر. مبروك بحاكي حالي ليش أنا هيك ما عم أعرف. مثلا بدي أقوم صور بقوم بروح على غير شي بقول لا 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 خلص بعدين، والتصوير ما هو سهل أبدا. بدك تحددي المكان وبدك تهيئي الجو، يعني انتم ما بتشوفوا شي يعني وراء الكواليس. كله عليه تعب وعليه شغل قبل وبعد. شو السبب؟ ما بعرف. يمكن الحادثة اللي صارت من فترة انه مع امي وقت اللي تأزمت حالتها الصحية كتير، الحمد لله مرقت على خير، الحمد لله رب العالمين نشكر الله. تعبت نفسيتي بأثناءها، وخصوصا انه انا كنت ناوية انزل على حلب، وعلى الصدفة قبل هالحادثة بكم يوم نزلوا رابط التسجيل الإجازات ومع الأسف سكر. فوقت اللي سكر انصدمت وصارت حادثة امي، حسيت بالخيبة انه انا كان لازم اعمل شيء. والصراحة كانت النية انه انا رح انزل 3 اشهر، اذا العيشة مقبولة انا رح استقر وضل هنيك. لا ما رح اقدر كمل، في فرصة اني ارجع. فصارت من جميع الاطراف ولا زال الفكرة قائمة، ولكن تأجلت حتى إشعار آخر، لأني أنا ما بحب أنزل بشكل غير قانوني غير شرعي. بحب تكون أموري ورائي كلها نظامية. ويمكن هذا السبب يلي أحبطني وتراكمت بعض الأمور. فالحمد لله رب العالمين. حلو الإنسان أنه يعطي لكل شيء بحياته وقت، يعني لحزنك لأحباطك. لأنه لو قاومت، لو حتى قلت يعني خلص أنا لازم أقوم من هالحالة، بدها تاخد مجراها، لا محال لا محال بدها تاخد مجراها. فقدر المستطاع حاول أنك أنت ما تعطيها أكثر من حدها. يعني بكلا الأحوال الدنيا ماشية على الجميع، ماشية على الحزين وعلى الفرحان وعلى المريض وعلى الصحيح. فليش نحن نعطي الأمور أكبر من حجمها؟ أكيد كلياتنا بنعرف هالكلام، بس وين الصعب؟ الصعب بالتطبيق. بالنسبة عن نفسي أكتر شي بيحبطني هو الفشل أو خيبة الأمل بأي شيء. مثلا أنا الشهر الثالث كان عندي امتحان، رسبت بمادة، بس أنا رسبت بشيء خلص بأجل الموضوع لحتى أرجع استعيد قواي من أول وجديد. وبالمقابل نجحت ب3 مواد يلي كانت صعبة على غيري وصعبة على اللي ماشيين بمراحل الدراسية نظامي وعندهم لغة كمان، لأني أنا عم بقدم باللغة التركية بحت. يعني فبتأثر هالقصص على نفسيتي وبتخليني أتراجع وبتاخد معي وقت. وسبب الرسوب لهالمادة، يعني يمكن ما بس تصدقوا انه المادة اللي رسبت فيها هي مادة الدين، تمام، بس ولكن هي باللغة التركية وفيها معلومات كتير يعني مختلفة عن منهاجنا نحن تماما.
ما بدي ادخل يعني بالتفاصيل بالمنهاج اللي عم يدرس، عم يفهم علي شو عم احكي. ليش؟ لانه انا كان من حقي اقدم اكسناف، هو يعني امتحان اضافي، ولاني ما بقي عندي غير كم مادة، وبيومها ما يعني سمحوا لي اني اقدمه. ليش؟ لاني ما في عندي شهادة يوز، لازم يكون عندي يعني شهادة يوز لحتى اقدم على هالامتحان، او بدك تكوني عندك مقعد بالجامعة. فانا عملت كل هالقصص، سجلت بجامعة خاصة وسجلت بجامعة حكومية، وما كانوا يقبلوا لانه يمكن جيت باخر وقت. المشكلة وين؟ المشكلة انه انا عادي، ايه تمام، مو مشكلة، ما مشي الحال، بس في ناس ما عندهم يوز فقبلوهم، قبلوهم انه يعني يدخلوا بهذا الامتحان الاضافي، لانه باقي عندي اقل من 12 مادة وانا من حقي كان هذا الامتحان. فشو صار انا هون عندي؟ تأثرت نفسيتي كتير بهالامر، ف ضربت على الامتحان يلي انا قدمته مباشرة بعده. فاخذت قاعدة، وقت اللي انا رح انحبط ما رح اقدم ابدا امتحان. وهلأ بنرجع لأصل الموضوع يلي هو قناة اليوتيوب. الصراحة يعني التعامل ما بفي انه رحمة. انت تعبان نفسيا، محبط، ما بدك تقدم، بدك تقدم هذا العمل عبر النت. ما بيعرفوا عنك شيء ابدا، بيعرفوا انك انت في خوارزمية متبعينها لليوتيوب لقناتك بدك تتبعها، وفيها شروط وفي بنود وفي اشكال الوان. فانت اليوم مانك انت بمكتب بشكل فيزيائي عم تحضر يوميا وعم تثبت وجودك، فقت تاني يوم انت تعبان، مو جاي على بالك او مرضان، عادي بتقدم مبرر وبتروح تاني يوم. لا، اليوتيوب ما بيعرف هيك. انت اليوم عميل عنا، بدك عميل من عملائنا، بدك تشتغل مثل ما نحن شارطين بالضبط. ومشان تتكمل حكاية الإحباط عندي، أنا ما بريد أحبطكم ولا بريد أحكي بالاكتئاب، لأنه يعني الصراحة ما حدا حتى أنا ذاتي ما بحب اسمع من عم بقول كلمة احباط او اكتئاب وهالقصص. بس مشان تكمل حتى القناة، يمكن اذا بتنتبهوا اخر 4 فيديوهات المشاهدات جدا ضعيفة، ولا سيما انه انا عم تنقص مشاهدات السنة الماضية. يعني انا هلأ لازمني كتير ساعات مشاهدة لحتى تقوى قناتي وانطلق انطلاقة كويسة. للأسف اني الفيديوهات اللي عم بقدمها في كتير ناس شهدت لي اني عم تقدمي انت بمستوى قريب من البروفيشنال، يعني انه شيء احترافي، مو اي فيديو، مو اي شيء عم بصور مناطق، عم نزل موسيقى من المواقع، مو من مكتبة الموسيقى تبعت اليوتيوب، لا ابدا. فوقت اللي انا بنزل فيديو، لو تشوفوا حالتي يا اصدقائي، بتلاقوني دائما باستوديو اليوتيوب، ما بطلع منه، بسكن بحط فنجان قهوه وبقعد براقب المشاهده بالدقيقه. شو صار، شو علي، ففي نسب بيعطوني نسبة كذا بالساعة، شو صار عندك مشاهدات، كيف ارتفعت، كيف نزلت. فهذا الشيء كله بيأثر على فكرة، يعني بيأثر على النفسية تماما. انت اليوم عم تتعب، بتصور، عم بتنزل فيديو، ولا سيما انه حتى كمان في شيء مخبالكم يعني للمشاهدين، بس تكبر القناة شيء اوسع واكبر ومتطور اكثر من هيك. فما عم بلاقي تشجيع ابدا، شيء من اليوتيوب وشيء من المشاهدين، ما بعرف ليش. فهي القناة الكن، وانا من هالمنبر بناديكم وبقلكن عن جد عن جد اعجاباتكم كتير بتهمني، ما بتنقص منكم شيء، ولكن كتير بتساعدني واكيد اكيد يعني لو شفتوا هيك كم فيديو ممكن يمشوا هيك، ما فيهم يعني موضوع مهم لإلكم بالنسبة لأي مشاهد، في له هو يعني هدف، له موضوع ما بيهمه، شيء له يعني شيء بده يشوفه بهالفيديو، اذا ما شافه اكيد ما رح يعجبه. ومع ذلك يا ريت تحط اللايك، يعني يا ريت هذا الشيء بيرفع من الفيديو، بيرفع من مستوى القناة. فيا ريت تساعدوني بتحسين نفسيتي بالمشاهدات وبالاعجابات، وما تبخلوا علي فيها. ولهون وصلنا لاخر الفيديو. شوفوا الفاصولية كيف احترقت كرمال بس التصوير، يعني احترقت شوي الكزبرة والثوم، مو كتير، يعني محل ومحل.
بشوفكن بفيديو جديد إن شاء الله.